بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم معنا من خلال برنامج والصلح خير. والصلح خير هذه القاعدة القرآنية العظيمة والمتينة وردت مشرقة المعنى أيضا من خلال هذا المباشر، وعلى مدار ساعة و10 دقائق نعرض النزاعات والخلافات، نستمع إليكم، ننجز روبورتاجات لنزاع وخلاف، ثم نعود إلى استوديو قناة القرآن الكريم الخامسة الجزائر لإصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بوزري، الرجل المصلح الذي يحاول إصلاح ذات البين استنادا دائما إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. فضيلة الدكتور دائما يتواجد معنا ومعكم للتواصل معه أيضا بعيدا عن كاميرا قناة القرآن الكريم. تستطيعون التواصل معه عن طريق الموقع الإلكتروني لفضيلة الدكتور سعيد بوزري ب4 لغات www.bouizri.net، وأيضا عن طريق البريد الإلكتروني لقناة القرآن الكريم صلح@untv.dz. أما الأرقام الهاتفية فقد اعتدتم عليها، وهي دائما في خدمة الجميع ومن خلال الشاشة الصغيرة تشاهدونها بين الحين والآخر. إذا نتابع دائما مع بعضنا البعض البرنامج ونتواصل معكم ومعنا من خلال القضايا التي نعرضها. فضيلة الدكتور، نرحب بك في بداية الحصة. كيف حالك دائما؟ الله يبارك فيك. وكيف حال الصلح؟ الحمد لله الحمد لله، ربي يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله من كل سوء إن شاء الله. ما زلنا دائما نتحدث عن الخلافات الدنيوية دكتور، أليس كذلك؟ والدنيا كما قال الشاعر: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. بارك الله فيك دكتور. الصلح دكتور يقال أنه جائز في جميع الحالات إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا. كيف نجمع قلوب الناس على قلب واحد دكتور؟ وأيضا اعتدنا دائما في برنامج الصلح خير مقولة يرددها فضيلة الدكتور سعيد بوزري، ويقول: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. دكتور تفضل. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون، لا سلامان ولدي ذويل تنوان، والصلح خير. نعم أختي نجاة، سؤال مهم: كيف نجمع قلوب الناس على الصلح في قلب واحد؟ في قلب واحد. إن شاء الله. نعم. ربنا في آي القرآن وضع لنا الوجهة، البوصلة القرآنية الموجهة للخلق، لأن القرآن رسالة عالمية. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فالعالمون بلا استثناء، عرب وعجم وغيرهم، جميع الخلق. وربنا قال في سورة الإسراء: إن هذا القرآن، كما واحد كتب كتاب تحت عنوان البوصلة القرآنية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. فالقرآن إذن كتاب هداية وتشريع، يوجه الناس ويرشدهم في جميع مجالات الحياة. فإذا التزم الناس بآي القرآن وبأحكامه سيجتمعون على الصلح على قلب رجل واحد. بارك الله فيك. أما النفس فقد قلت هذا المثل. نعم. في الحقيقة معبر عن هذه النفس التي خلق الله عز وجل، وفيها بذور خير وفيها بذور شر، مصداقا لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الامتحان للجميع، للمربين، للأولياء، للأساتذة، للخبراء، للمسؤولين والحكام، الجميع يكمن امتحانهم بعد قد
قد أفلح من زكاها هنا العمل. وقد خاب من دساها. لذلك لا شك أنك ستربطين بين هذه الآية وبين موضوع اليوم. نعم دكتور، ونحن في امتحان نتمنى أن تكون لدينا نقاط يعني مشرفة في نهاية المطاف عندما نقابل الله سبحانه عز وجل من خلال أعمالنا الصالحة، نتمنى ذلك. دكتور، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الشريعة الإسلامية حرمت تناول المخدرات فضيلة الدكتور سعيد بوزري لضررها بالعقل والدين والنفس والجسم وحتى المال. الكثير من الشباب حاليا يتعاطى المخدرات كما نقول لأسباب أو لأخرى. هذا الشاب الذي يتعاطى المخدرات أو الزوج أو الفتاة في البيت يعني في الأسرة تاعها راح يكون البيت غير مستقر، ويهتز هذا البيت ويفشلوا الأولياء في إصلاح الأولاد تاعهم والبنات تاعهم. فضيلة الدكتور، اخترنا عنوان لهذه الحلقة وهو المخدرات 3 نقاط دمار. فضيلة الدكتور يتفضل بمقدمة البرنامج. نعم. أولا، المخدرات ظاهرة عالمية قديمة جديدة، ولكن تنوعت أساليبها بل اتسعت دائرة أضرارها. إنما هي ظاهرة قديمة وظاهرة جديدة أيضا، ثم أنها ظاهرة عمت جميع البلدان. لا يمكن لأي إنسان الآن أن يقول أنا في منأى عن خطر المخدرات. أليس كذلك؟ ولا واحد يقول أنا في منأى من خطر المخدرات. المخدرات أو هذه السموم، وبعضهم يسميها السموم البيضاء، هي في الحقيقة ما أشرت إليه في القرآن الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات. والخمر هي الأصل، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد حرمت الخمر لعلة الإسكار كما يقول السادة العلماء. لذلك في موضوع القياس كل ما استجد في حياة الناس من هذه المواد المسكرة المخدرة تأخذ حكم الأصل. فالقياس فيها 4 أركان: فيها المقيس عليه أو ما يسمى بالأصل أو المشبه به، فيه ما يسمى بالمقيس أو المشبه أو الفرع، وفيه حكم الأصل، وفيه ما يسمى بالعلة. والعلة كما يقول علماء الأصول هذه العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم. فإذا وجدنا هذا الوصف أو هذه العلة في أي فرع جديد استجد في حياة الناس اليوم، لا شك أنه إذا وجدنا تلك العلة التي من أجلها حرمت الأصل وهي الخمر، وجدناها في هذا الفرع المستحدث أو المستجد أو الجديد، لا شك أن الفرع يطبق عليه حكم الأصل. فالخمر هي الأصل وحكمها التحريم، والآية واضحة. وكلمة فاجتنبوه هي أشد تحريما من كلمة التحريم كما يقول السادة العلماء. والعلة كما قلنا هي علة الإسكار، وهي العلة وهي الإسكار، والفرع اللي هو هذه المخدرات أو هذه المستجدات. بلا ما نطول في هذه المسائل الأصولية، فقط ننبه من البداية أن الخمر له أسباب، أو المخدرات لها أسباب كثيرة ممكن لخصها فيما يلي باختصار. السبب الأول طبعا هو ضعف الوازع الديني. السبب الثاني هو ضعف الوازع الأخلاقي التربوي. السبب الثالث هو الضغوط الاجتماعية والظروف القاسية التي يعيشها الإنسان. قد تدفعه إلى أن يتعاطى المخدرات بجميع صورها وبجميع أساليب تعاطيها، إما عن طريق الحقن ولا يشربها ولا كاشية ولا ما ندخلش في هذه التفاصيل ربحا للزمن. وكذلك هناك سبب آخر مهم وخطير، وهو التجربة. كاين اللي أختنا جات بغى يجرب، كاين بعض الشباب يقول لك نجرب، ويقول أصحابه واش فيها، جرب كاش نهار حاجة خفيفة والسلام، ماشي تتعاطى وبعدين يدخل في الطاعات الداء وبعدين يولي مدمن. وكاين أيضا سبب آخر
مهم، وهو الرفقة السيئة. الرفقة السيئة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شكون الرفيق نتاعو؟ لماذا؟ لأن الرفيق ممكن يديه إلى الهاوية. وهناك سبب آخر مهم، وهو الأفكار المنحرفة. بعض الشباب عنده فكرة منحرفة في دماغه توصل إلى الإدمان على المخدرات مثلا. يعتقد بأن المخدرات تعطي له الشجاعة، تعطي له الكوراج، تعطي له الرجلة. هذه أفكار منحرفة. أو تبعده عن القلق، وهكذا. بلا ما نطول في هذه الأسباب فهي كثيرة والنتيجة واحدة. النقطة الثانية وهي الأضرار. احنا العنوان تاع الحلقة اسمه المخدرات دمار. دمار، نعم. إذن هذا العنوان يلخص كل شيء. أولا على مستوى الفرد، ثانيا على مستوى الأسرة، ثالثا على مستوى المجتمع. نعم. والمخدرات تدمر الصحة النفسية للمتعاطي أو المدمن، وتدمر صحته الجسدية، وتدمر حياته الأسرية وحياته الاجتماعية. كم من إنسان يتعاطى المخدرات وصل الأمر إلى الطلاق، طلق زوجته بسبب المخدرات. وهذه المخدرات قد توصل أيضا إلى ارتكاب الجريمة وارتكاب الآفات الأخرى. كم من جريمة وقعت، جرائم الاعتداء على الأعراض أو الاعتداء على الأموال أو الاعتداء على الأشخاص بمختلف أشكالها بسبب تعاطي المخدرات. وكذلك دمار للاقتصاد. إذن يكفي أن نقول ودمار للأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن الأسري وهكذا. إذن فالمخدرات دمار. نقطة الأخيرة العلاج. نعم. لا شك القاعدة نعرفها جميعا: الوقاية خير من العلاج. نهار يكون التربية، تكون الوازع الديني قوي، الوازع الإيماني ثابت في القلوب، الدين كبير ولا يعني قوي وليس رقيقا في قلوب الناس، والقيم البرنسيب والفالور يعني في المجتمع غرست كما تغرس الأشجار. لا شك أن هذه القيم وهذه الأخلاق ستثمر في حياة الإنسان وفي حياة المجتمعات. ولا يمكن الإنسان مهما كانت مشكلاته، مشكلات نفسية اجتماعية ضغوط أزمات، يقول لك إلى رحت للدنيا كامل ما نفرطش في الآخرة نتاعي، ولن أتحول إلى إنسان مفسد في هذا المجتمع. لذلك العلاج يكمن في عدة علاجات. العلاج الأول هو علاج شرعي ديني. يكفي أن نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يكفي أن نعلم من نصوص الشريعة الإسلامية، نصوص الشريعة تؤكد على أن المحافظة أو الحفاظ على العقل من الكليات الخمس من مقاصد الشريعة الكبرى، وجودا وعدما. من حيث الوجود فالشريعة نصت على ضرورة حماية العقل وتنمية العقل وتنمية الفكر. أكثر من 1000 موضع ذكرت هذه النصوص الدالة على تنمية العقل وعلى تنمية الفكر. ومن حيث العدم هناك نصوص جرمت كل ما يضعف العقل أو ما يسكر العقل. والعقل مناط التكليف كما يقول سادة الفقهاء. لذلك فقررت الشريعة عقوبة ما تسمى بالحد من الحدود الشرعية. حد من الحدود الشرعية داخل في النظام العقابي الشرعي، ولا أطيل في هذه المسألة. ثم أيضا هناك علاج تربوي تقوم به الأسرة والمسجد والمدرسة وإلى آخره والإعلام وهكذا. وهناك أيضا علاج اجتماعي من خلال تبني مشكلات الشباب، من خلال احتواء هؤلاء الشباب، من خلال تذليل العقبات وحل المشكلات التي يواجهها الشباب باش ما يدخلوش في نفق المخدرات المظلم. ثم نأتي إلى العلاج القانوني دائما. فبالمناسبة فيه اتفاقية دولية في عام 1961 انضمت إليها الجزائر بتحفظ بالمرسوم رقم 43363. هذا المرسوم يعني انضمت به الجزائر بمقتضاه إلى هذه الاتفاقية، ولكن بتحفظ. ثم عندنا قوانين. من هذه القوانين قانون 04/18 اللي صدر في 2004. هذا القانون يتعلق بالوقاية
من المخدرات والمؤثرات العقلية. طبعا فيه تشخيص لهذه الظاهرة، وفيه بيان للأسباب، وفيه بعض الإعفاءات، وفيه بعض العقوبات الشديدة جدا التي تسلط على إما من يحوز هذه المخدرات أو من يتاجر فيها أو من يستهلكها أو من يعرضها للبيع. تفاصيل كثيرة. المهم العقاب القانوني أو العلاج القانوني هو آخر العلاجات التي نتحدث عنها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا العلاج القانوني أدى دوره أم لا؟ قد نجيب إن شاء الله، سنجيب عن هذا الأمر إن شاء الله، هذا السؤال في ثنايا لقاء اليوم. شكرا دكتور، نشكرك على هذه المقدمة. وعنوان هذه الحلقة المخدرات دمار في برنامج والصلح خير. وقع في شباك المخدرات الكثير من الشابات وشباب في مقتبل العمر. سموم فتاكة استهدفت عقولهم، أجسادهم، مشاعرهم ودينهم أيضا. هذه المخدرات ما تركت عائلة أو أسرة بخير إلا واهتزت وتنازع أطراف العائلة لأن المخدرات داخل الأسرة. كيف نصلح ذات بيننا من خلال هذا الموضوع ومن خلال هذا المباشر؟ ننتظر اتصالاتكم ونتواصل معكم من خلال هذه القضية التي نعرضها في هذا البرنامج. تابعوا معنا هذا الريبورتاج للزميل نوفل عبدوس، ولنا عودة لمواصلة النقاش. ضياع، تفكك ودمار هي نهاية الطريق المظلم في عالم المخدرات. ربما لا نجد الكلمات المعبرة التي تصف هول صدمتنا مما سمعناه. بديت بالكيف كاشيات وانتوراج، حناك تعرف وانتوراج تاعنا كارتي بوبيلار، وزيت مع مشاكل تاع الدنيا هادوما امور بزاف، ما بلا ما ندخلوا في تفاصيل. كنت نتكيف نشرب كاشيات. استعملت هادو كاع استعملتها بالعقل راك تعرف. تبدا من الدخان للكيف، من الكيف للكاشي، من الكاشي سموها رايحه. وناس زاد دخلت لنا هاد الغبره هادي وهاد الامور. تزلبحت يا اخو، نكذب عليك تزلبحت. ما كاش انسان يحب الروح والهلاك. هادي دوك ما رانا صغار، انا راني كبير في اللاج، عندي 3 دراري، مريم عندي 3 دراري. ما بريمير فوا دخلت لهنا شفتها في تلفزيون، عيبات قالوا لنا جابوني الدار الخطره الاولى كاع جابوني الدار، راك تعرف الدار على بالهم منه. جابوني لهنا، جيت دخلت داويت، خرجت بيان، حبست كلش، ضربت 20 جور، ما 20 جور حبست، صح حبست بريت. من بعدك انا وصرالي كي خرجت ما سويفيتش، يعني نورمالمون تخرج تسويفي مع الدواء تاعك وتزيد تجي لي رونديفو لهنا وتسويفي. انا وصرالي قلت لك ما كملتش الدواء تاعي، انا قلت خلاص انا بريت، انا خلاص ما كملتش دواء، وما ما عاودش بقيت نجي لي رونديفو ديالي. يبانو رشوتيت بشمه هكا، شمه مع عيبات، قعدت معاه في سيبر كافي هكا، ما باليش كيفاش جابوها بشمه. رشوتيت بقيت نضارب مع روحي، عاودت وليت للسبيطار. دوزيام فوا دخلت للسبيطار، كيف صار لي بروبليم، عاود خرجت لا دروازيام كيف بروبليم، عاود خرجت. هاد الخطره باذن الله يا اخو انا دوكا راني نشوف في الموت، نكذب عليك. انا شوف مشاكل ما نهضرلكش على مشاكل، واش دارت لي هاد الحاجه، واش دارت لي مشاكل مع روحي ما نهضروش. كملوا دراهمي كاع، الله اكبر على الحق، كملت لي دراهم، فقرت. كما يقولوا دوكا بديت نخسر حاجه، دوكا واش راه يصرى لي دوك، خسرت حبابي، خسرت صحابي، ودوك راني نخسر في القراب ليا. شباب وشابات في عمر الزهور لم يسلمن أيضا من هذه الآفة القاتلة. 15 بديت ندخن نكمي، بديت على جدي 15 ما كنتش نكونسومي لا دروغ كاع. بعد على جدي 19 بديت نكونسومي لا دروغ، الكيف، ليكستا. حبست قرايتي، بديت ندور مع دي جون، دي زامي تاعي بنات وولاد كانوا هما يشربوها. بعد بشويه وليت انا نشربها. كنت حابه نسي هادي واش دير، هادي ليكستا اش دير، خليك توجور فرحانه، تضحكي، ترقصي. من بعد كي تروح تولي كاع اوتر شوز،
تولي غير ساكتة، تولي منرفية، تولي كنت سمينة ومن بعد انقصت سوبيتمون هكا في اون سيمين، انقصت تحت بزاف لو بوا من ليكستازي ماشي من الكيف، باسكو ما تخليك تاكلي ما تخليك ترقدي، وانا كنت ناكلها شاك جور صافي بالك واحد 2 موا ولا ناكل حاجه خفيفه. ميم لابو تاعي تبدلت لا كولور تاعها، الدم تاعي شغل ولا الدم تاعي توسخ، لابو تاعي ولات مارون ماشي كيما كانت من قبل. كان عندي ان امي بروش ميم هو كان ياكلها نورمال، كي يكون عنده هو دراهم يشري لي يمشي يروحو ويشري لي، ما كانش عندي بروبليم في هاد الصوالح. صافي اللي يكون عنده يشري. كاين اختي باسكو اختي تاني تاكلها بصح ما ماشي كيما انا، يا دو طون زون طون هكا كتفعلها تاكلها، لا كبير عليا. يعني بدات تكونسي فيا تقول لي سي بون حبسي منها ماشي مليحه ليك، انا شوفي راني محبستها نورمال. من بعد ماما شافت واحد لا ميسيون تيليفزيون تاع ليكستازي واش دير كيش تخليك ديري تشربي الكوكا بزاف تدخن بزاف. روماركيتني انا ندير هاد الصوالح تبغي الحمان، كنت نقعد دائما عند الشوفاج ولا تقول لي صارحيني راكي تاكليها راكي ديريها، ما بغيتش نصارحها. دتني عند امسيكولوج هنايا في هاد لوبيتال، حكيت لها كاع واش كاين، ومن بعد بشويه حكيت لماما قلت لها فوالا كنت نشربها منها، قالت لي مزيان اللي حكيتي لي ليسونسيال دوك تتهني منها. دخلتني هنا لوبيتال ومن انا كنت باغيه ندخل، كنت حاسه روحي عايشه في غيبوبه، ما كنتش نشوف كاع لو موند وجامي لا نعاود نولي لها جامي. طريق ماشي طريق باسكو انا ديجا كنت فيها وما خرجتش عليا كامل، ما تلقاي روحك لا في صحه لا في دراهم لا في حتى حاجه. حنا دروك راه عندنا ديوبه في هاد الدنيا، ماشي لي جون وماشي لي جون في اللي يلقاك يدمرك، جامي واحد يبغي لك الخير. إن تضافر جهود المساجد والمنابر العلمية والإعلامية والمجتمع المدني في توعية شبابنا من خطورة هذه الظاهرة من شأنه أن يساهم على الأقل في التقليل من انتشار هذه الآفة. إذن وتبقى المخدرات آفة خطيرة على الشباب والشابات كما كنتم تشاهدون في البرنامج. فضيلة الدكتور سعيد بويزري في برنامج الصلح خير بعد عرض هذه الحالات شفنا الشاب ثم الشابة كيفاش كانوا يحكوا على المخدرات وعلى المساوئ تاع المخدرات بالنسبة للعقل والجسم والذات وحتى التفكير. لكن الشباب بعض الشباب يعتبروا المخدرات دكتور دواء أحزانهم واكتئابهم باش يقعدوا في هذاك الإدمان، وكأنهم يعني يتسترون من وراء هذه المخدرات وجمع الأسباب والواقع ولوفيد، هذا كلهم هذه أشكال من أشكال الاستهلاك هذا المخدرات. فضيلة الدكتور في برنامج الصلح خير دائما يحاول إصلاح ذات البين. دكتور رأيت هذه الحالات، كيف نصلح ذات بيننا ونعود بهذا الشباب لبيوتهم سالمين غانمين من هذه الآفة الخطيرة اللي سلبت لهم العقول تاعهم وهتكتهم في أجسامهم وفي ذاتهم وفي دينهم. دكتور تفضل. الفضل هذه الفتاة يعني كي قالت الطريق ماشي طريق، يعني لخصت مآلات والآثار المدمرة للمخدرات حقيقة. وكذلك الأخ الأول اللي قال الآن عنده مشاكل مع روحي، يعني هو الآن مطلوب أن يتصالح مع روحه مع نفسه مع ذاته، لأنه اللي يتناول المخدرات والاضطرابات اللي يعيشها في شخصيته في نفسيته إلى آخر مساوئ كثيرة جدا، يبقى هذا المطلوب من هذا الإنسان أنه يتصالح مع نفسه أولا مع ذاته، ثم يتصالح مع الله، لأنه هذا الأمر محرم في شريعة الله. ثم أن الآثار المدمرة النظر إلى العواقب الكونسيكونس هذه، كل إنسان راح ضحية يعرف خطورة
هذه المخدرات. ثم أن مما يعقد القضايا في المجتمع بل مما ينتج هذه القضايا والأزمات تناول المخدرات. كم من قضية طال حلها بل تعقد حلها وعلاجها بسبب العنف القائم بين الخصوم، والعنف من أسبابه تعاطي المخدرات. كيفاش يكون الصلح إذا كان العقل غاب؟ الإنسان نهار زمان كان في الجاهلية واحد بنفسه نعم. ترك الخمر ما يشربهاش. نعم. كي قالوا له لماذا توقفت؟ قال له أصبح حليم القوم ثم أمسي سفيههم. صبح نوض بصحتي بقيمتي، العشية كي نسكر كذا نولي سفيه لا قيمة لي. نعم. وقال لهم أيضا كيفاش نشرب اللي يشرب عقلي؟ العقل نعمة ربانية سبحانه أعطاها ربي سبحانه الإنسان باش يعيش بها، تضبط حركة حياته في الحياة. لذلك لابد أن ننظر إلى هذه المساوئ والأضرار ونتعاون جميعا وتتضافر جهود الجميع من أجل تقليص دائرة تعاطي المخدرات والتخفيف من هذه الآفة تمهيدا لعلاجها نهائيا. نهائيا. دكتور، إذن على بركة الله نأخذ أول اتصال من ولاية تيزي وزو. السيد مراد. السلام عليكم أخي الكريم مراد من تيزي وزو، مرحبا بك في برنامج والصلح خير. مراد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أحييكم تحية الإسلام وتحية أهل الجنان، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مراد، عندك ربما تدخل بالنسبة لموضوع هذه الحلقة، المخدرات دمار. مراد، أكيد أنه في الموضوع الذي يخصنا نحن نعم كشباب. إذن أنت شاب مراد؟ أيوة، طالب جامعي وجامعي أيضا، مرحبا بك. نعم أخي، تفضل. أردت أن أشارككم بمداخلة حول المخدرات داخل الحرم الجامعي، لأنه الحرم الجامعي أصبحت المخدرات في الحرم الجامعي خطر يهدد الطالب، لأنه الطالب كما تعلمون نعم وكما يعلم العديد أنه طالب صورته التي نعرفها هو أنه ذلك الإنسان الواعي والراقي الواعي. نعم. وهو الراقي بفكره العارف المصلحة العامة والخاصة. فلما وصل هذا الخطر إلى الجامعة وزبدة نعم. المجتمع، فهذا يعتبر شيء خطير خطير جدا، وجب علينا أن نسلط عليه الضوء. يا حبذا يزيد الدكتور يحكي لنا على الحرم الجامعي والإقامة الجامعية والأثر في الذي يلقاه الطالب داخل الجامعة. أنا أردت أن أشارككم بهذه المداخلة، أنه نعم. نعرف أن المخدرات خطيرة نعم. جدا نعم. لكن عندما تطال أمل الأمة والبذرة التي يريد منها من خلال الأمة أن نطور أمتنا وأن نرى أن زبدة الأمة ورأس مال البشري للأمة يطاله هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة التي تهتك بالفرد بحد ذاته وبالمجتمع. في الأخير أنه أردت أن أقول أنه صورة المخدرات في الحرم الجامعي، وخاصة نحن نتحدث عن الحرم الجامعي وننسى الإقامات الجامعية، فأنا أردت أن أركز أنه المخدرات تركز أكثر في الإقامات الجامعية سواء في الجنسين، جنس الذكور أو جنس الإناث. أما طيب أما مراد، ذلك يعتبر أخطر من جنس الذكور. مراد ربما يعرف أنه من جهة الذكور، لكن جهة الإناث أيضا تعتبر خطيرة. وش هي الأسباب ربما مراد، وش هي الأسباب اللي تخلي يعني الطالب في الجامعة بالمستوى تاعو والتعليم تاعو والذكاء تاعو يروح للمخدرات، وخاصة في الجامعة، وكما تقول أنت أيضا في الإقامات الجامعية بالنسبة للطالبات والطلبة؟ ما هي الأسباب؟ وأنت ربما أنت طالب جامعي تقدر تعطينا يعني سبب من الأسباب اللي تؤدي بتعاطي المخدرات في الوسط الجامعي. تفضل مراد. أكيد هذا السؤال إلا سيكون إن شاء الله منه إجابة منه إن شاء الله
فنستقي منها الحل إن شاء الله، لأنه معرفة السبب هو الذي معرفة الداء هو نصف وتشخيص الداء ومعرفة للدواء. أنا أرى أنه حقيقة الأسباب تتعدد، سواء أسباب اقتصادية ولا أسباب اجتماعية وأيضا أسباب بيداغوجية، لأنه حقيقة الطالب ما يلقاه داخل الإقامة الجامعية من عدم توفر وسائل العيش ووسائل الإقامة داخل المجتمع، هذا جانب. جانب ثاني وهو الصحبة والصداقة داخل الإقامات الجامعية، لأنه كما تعلمون أنه حقيقة إقامتنا الجامعية لا يوجد فيها الطلبة فقط، لأنه الحرم الجامعي أصبح يضم من هم خارج الحرم الجامعي، فهناك أيضا التقاء وتواصل بين الطالب ومن هم خارج الحرم الجامعي. وأيضا من هنا لا نبرر أيضا الطالب في حد ذاته، لأنه الطالب هو مسؤول بدرجة كبيرة عن وعيه كما قلنا، فمن غير الممكن أنه يتأثر بذلك الجو وبذلك الجو اللي موجود في الإقامة الجامعية. هذا جانب. جانب الثاني أنه الجانب الاقتصادي، كما تعلمون أنه الطالب الجزائري في حد ذاته يعيش أزمة اقتصادية خطيرة فتخليه أنه يتاجر بالمخدرات، لأنه أصبحت المخدرات ليست إدمانا فقط، وأصبحت المخدرات فيها مداخيل لتعاطيها فقط، إنما أصبحت تجارة. إنه في حد ذاتنا الآن نرى أنه تجارة المخدرات عالميا راهي حسب المعطيات الأخيرة كارتيلات المخدرات في العالم. فأصبح الطالب يستغل في الفرصة كأول فرصة أنه يقول أنه مدام المعيشة صعبة والوسائل الاقتصادية صعبة فأنا أتوجه إلى التجارة وبعد التجارة يأتي الإدمان، يقول لماذا لا أجربها أنا. بارك الله فيك مراد، بارك الله فيك أخي الكريم على اتصالك وعلى كل هذه المعلومات والمعطيات، وأنت الطالب الجامعي اللي اتصلت بنا، ونتمنى لك النجاح والتوفيق لكل الطلبة الجامعيين إن شاء الله اللي راهم يتعاطوا المخدرات أنهم يبتعدوا عليها بحول الله تعالى. في برنامج الصلح خير نتواصل دائما معكم مع فضيلة الدكتور السعيد بوزري في النظر في قضاياكم. دكتور، مداخلة الأولى لمراد من تيزي وزو، واللي أضاف بأنه المخدرات أصبحت موجودة في الوسط الجامعي. تفضل دكتور. نشكرك الأخ مراد على هذه المشاركة الطيبة اللي تساهم في توعية رفع منسوب الوعي خاصة لدى الشباب. والشباب كما قلنا في اللقاء السابق، الشباب يمثل طاقة عمار إذا انصرفت جهوده وطاقاته إلى البناء والتعمير، كما يتحول إلى معول هدم إلى طاقة الدمار إذا كان دخل في هذا النفق المظلم من الآفات، خاصة آفات المخدرات. الأمر الثاني كما يقول اللوحة الأمامية للمجتمع، لو تابلو دبور، إذا كان واحد يمشي داخل السيارة كيشوف المؤشر هذاك الأحمر يتوقف، معناه هناك خلل. حنا نقول اللوحة الأمامية للمجتمع راهي تعطينا مؤشرات حمراء خطيرة جدا. تعاطي المخدرات داخل الجامعة في الحرم الجامعي، تعاطي المخدرات في الثانويات وفي المتوسطات، يعني هذا أمر محزن للغاية جدا. لذلك نبهنا الأخ مراد إلى هذا المؤشر الخطير داخل الجامعة. وصحيح يعني الشباب هم رأس المال الأمة، إذا كان هذا رأس المال ضاع وعاش ودخل في هذا النفق المظلم، ماذا ننتظر من وراء مكالمة؟ هناك مكالمة دكتور من بعد إذنك نأخذ المكالمة أيضا من ولاية تيزي وزو من السيد عبد الرحيم. السلام عليكم أخي الكريم عبد الرحيم. عليكم. مرحبا بك في برنامج والصلح خير. عبد الرحيم عندك مداخلة. السلام ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبا بك. الله يسلمك. بارك الله فيكم على هذا الموضوع. وفيك بركة عبد الرحيم. نعم. الذي يخص جميع الولايات، خاصة بهذه الآفة التي ظهرت في مجتمعنا. نعم. وهذا الشيء الذي خاصة يدخل في
مدارسنا. نعم. وبما أن هذا من الآفة الخطيرة، يعني والله الشيخ اللي كان نهضروا على هذه الآفة، يعني شيء محزن مؤسف جدا نلقاو مثل هذه الأمور في الجامعات وفي المدارس كما تقول عبد الرحيم. في مدارسنا فيما يخص خاصة الإكماليات والجامعة، وخاصة هذه الأمور يعني تدخلت حتى في الثانويات في المقر. ألو. نعم رانا نسمع فيك عبد الرحيم، وصل في الثانويات. نعم في الجامعات النسوية، يعني حتى الشابات تتعاطى على مثل هذه الأمور. نعم يعني شيء محزن مؤسف جدا. نعم. ويعني والسلطات يعني باش يخدم من السلطات المكانيين ما الدوران الأمور أين السلطات في هذا المجال. نعم. ليزاجون سيكوريتي يكون لهم قضية أمشي لك شو الأمور على داخل إي بورتون ما مثلا في شمال الجامعة الفوا كي دوموند لا كارت في بعض الأحيان تقلب المام اللي ساكود دول بالراش اللي ساكن من دولاس أمشي لتصاوم في الأمور القل، وشيء محزن والله مؤسف جدا الشيخ. نعم. نشكرك عبد الرحيم، شكرا على هذه المداخلة التي تزيد الموضوع أهمية، خاصة في هذه الحلقة المخدرات دمار. نعود إلى مراد من تيزي وزو دكتور، ثم إلى عبد الرحيم من تيزي وزو. نعم. كنت تحدث عن تعليق على الكلام الأخ مراد في قال الشباب أو الطلبة هم رأس المال، رأس مال الأمة حقيقة. لماذا؟ وخاصة في الجامعة، يعني اللي يوصل إلى المستوى الجامعي يفترض أن يستخدم عقله في التحصيل العلمي. نعم. في الإبداع، في الإنتاج. نعم. في الاختراع، حتى في الاختراع. يعني كاين طلبة في مرحلة الجامعة اللي ربي يوفقهم في مجال اختصاصاتهم اخترعوا أشياء، اخترعوا آلات. اخترعوا. إذن بدل أن يكون الاجتهاد في هذا المجال راح الاجتهاد في حاجة أخرى. السهرات والليالي اللي يفوتوها، حتى يعني سمحوا لي نقول بكل صراحة راهم أولادنا يعني يديروا حفلات وكذا سهر إلى آخره، وكأن هذه الحفلة باش تكتمل لازم المخدرات ولازم الخمور، واللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الخمر سماها أم الخبائث. واللي يرتكب ماذا بقي للقراءة، ماذا بقي للتحصيل العلمي، ماذا بقي للدراسة؟ وفي هذه المرحلة المهمة جدا. نعم. هذه المرحلة، مرحلة الشباب، مرحلة التحصيل العلمي، وكل العلماء الذين أبدعوا والذين كانت حياتهم صفحات مشرقة في العلم والتحصيل حصلوا العلوم والمعارف في هذه المرحلة، في مرحلة الشباب. ولكن للأسف أن تهدر هذه الطاقات وأن تتعطل هذه الطاقات يعني أمر محزن جدا. ثم تحدث عن تجارة مخدرات للأسف، أصبحت تجارة مربحة للأسف. وطبعا من هنا نقول أن الجميع مسؤول. نذكر دائما السادة الأفاضل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كي يشوفوا في التلفاز يعني في الأخبار أنه في المكان الفلاني حكموا يعني سيارة فيها حمل تم القبض على يعني تم القبض على شباب، شيء محزن للغاية. ذكور وإناث، هذا أيضا يعني يحزن وأكثر أطنان من المخدرات، أطنان من المخدرات باختلاف أنواعها دكتور. نعم باختلاف أنواعها. هذا اللي تحكم واللي ما تحكمش ما خافية كان أعظم. الحدود. نعم عبر الحدود البرية والبحرية وغيرها. شيء محزن جدا جدا. وسي عبد الرحيم طبعا قال لك هذا يعني هذه الآفة راهي موجودة في جميع الولايات. صحيح، وهذا أيضا محزن للغاية، لأنه كي يولي الأمر هذا عادي هنا مكمن الخطر. نعم. هنا مكمن الخطر. وفي المدارس، في المؤسسات التربوية، ولازم يكون العلم والأدب والتربية، نلقاو مثل هذه الأمراض. شيء محزن جدا. أما سؤالك يا سي عبد الرحيم عن دور السلطات أو رجال الأمن، سؤال في محله. طبعا المسؤولية مشتركة، المسؤولية تضامنية، فيها الأسرة، فيها المسجد، فيها المدرسة، فيها الدولة بجميع مؤسساتها وبجميع مسؤوليها. الجميع مسؤول
لا بد أن تتضافر جهود الجميع من أجل الخروج من هذا النفق المظلم، من أجل التخفيف من هذه الظاهرة. نأخذ اتصال آخر من ولاية البويرة. سفيان، من معي من فضلك؟ السيد أحمد عوادي من البويرة. اتصال آخر ربما للمشاركة في برنامج والصلح خير من خلال المخدرات دمار. السلام عليكم السيد أحمد من ولاية البويرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. سي أحمد، ربما عندك مداخلة أو انشغال أو قضية تطرحها في برنامج والصلح خير. بالضبط، تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أختي الفاضلة، وللدكتور شيخنا السعيد بوزري ربي يحفظه إن شاء الله. بالنسبة لي موضوع مهم جدا. نعم. وموضوع في غاية الأهمية والخطورة. نعم. في الحقيقة أنا سأتحدث باعتباري طالب في قسم الدكتوراه، وكتبت رسالة الماستر حول الإدمان. بارك الله وعلى فيك. الجانب النفسي بطبيعة الحال. نعم. في الحقيقة كما يقول أحد المختصين أن الإدمان ينتج عن لقاء بين إنسان ومادة أي المخدر في سياق اجتماعي. نعم. طبعا هذا لما نقول إنسان والظاهرة هي ظاهرة متشابكة ومتقاطعة الأبعاد. فيها الجانب الجسمي، نعم، الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. نعم. أي لا يمكن أن نفسرها بسبب واحد مهما كانت أهميته. نعم. استعمال الشخص للمخدر نعم يعود إلى كثير من الأحيان يبدأ بمرحلة المراهقة. نعم. هذه المرحلة اللي هي حساسة ومرحلة حاسمة بين الطفولة وبين سن الرشد. عند هذه المرحلة نجد أن هناك دوافع نفسية تدفع الشاب أو المراهق للإقبال على هذه المادة وعلى هذه الآفة. نعم. نجد من بينها أولا أن هذا الشخص هو يبحث عن الذاتية. يعني يبحث عن الاستقلالية، يبحث عن وظيفة له في وسط الأسرة. يعني فلا هو طفل ولا هو راشد. نعم. نلاحظ أيضا أن الشخص في هذه المرحلة يمر بهشاشة نفسية، بضعف نفسي يحتاج إلى سند. وكذلك السلوك الإدماني يعتبر ردة فعل عن الإعراض الذي يجده عند الكبار، خصوصا عند الأولياء مثلا والوالدين. نعم. ومن الأسباب أيضا أن الشخص المدمن يبحث عن الأحاسيس الجميلة. نعم. يبحث عن الأحاسيس التي لم يجربها. نعم. ولهذا يسموه البعض لا ريشيرش دو بارادي ارتيفيسيال. نعم. أو أو الموضوع المفقود أو لوبجي لاكيت لوبجي بيردي. الشخص يدمن على المخدرات نتيجة إحساسه بفراغ عاطفي. والشخص الذي يقبل على المادة الإدمانية أكيد تصبح عنده مجموعة من الملامح. من أهم هذه الملامح والتي هي نعم أنه المدمن يمتاز بسطحية في العلاقات. فهو لا يستطيع أن ينسج علاقات اجتماعية ولا أسرية. وكما ذكر الأستاذ كما ذكر الدكتور نعم. أنه في كثير من الأحيان المخدرات هي السبب الانفصال الأسري والتفكك والكثير من الأمور الأخرى. نعم. كذلك ما يميز الشخص المدمن أنه ما دام لم ينسج علاقة، لا يستطيع أن ينسج علاقة مع الآخرين، فهو نسج علاقة وثيقة وللأسف مع المادة الإدمانية. نعم. فهذه المادة تتحكم فيه. يقضي كل وقته وكل تفكيره وهمه الوحيد هو الحصول على المادة المخدرة. نجده ينقطع عن عمله، أداؤه الاجتماعي يكون ضعيف جدا. نعم. يفرط في أسرته، يفرط حتى في والديه وفي أعز الناس إليه. نعم. كذلك يمتاز هذا الشخص بعدم الشعور بالأمن. وربما لاحظنا الشاب والفتاة اللي شفناها في الشريط. نعم. كيف أنها فعلا لم تكن تشعر بالأمن. تشعر العكس على ذلك تشعر بالقلق. نعم. في غياب المادة، حتى والمادة المخدرة موجودة لديه،
فهو يفكر في غيابها، في حالة الغياب كيف سيكون حاله. ولما يكون كما يقولوا في ليطا دو مونك أو في حالة غياب المادة هذه نجده بقلق، يعني قلق شديد. ويمتد اندفاعية. هذه الاندفاعية يمكن تتحول إلى عدوانية. نعم. وخصوصا في حالة غياب حالة غياب المخدر والكثير من الخلافات الأسرية ربما في المحاكم وغيرها، نجد أنه من الأسباب هو تعاطي الزوج. طبعا في كثير من الأحيان الزوج هو اللي يتعاطى المخدرات. وينعكس هذا سلبا على الأسرة. نعم. بارك الله فيك. الشخص المدمن كذلك ما يميزه في الأخير أنه الشخص يلجأ للمخدرات يقال أنه يرجع من أجل تضميد جروح ونقائص في نرجسيته. يعني كان عانى من الحرمان في سبب من الأسباب أو لفشل في علاقة معينة، علاقة عاطفية، علاقة عمل، في فشل مشروع معين، ربما علاقة زوجية أيضا. النفسية وطاقته النفسية، فيشعر بجرح في النرجسية يؤدي به إلى الإقبال على الإدمان. بارك الله فيك. نعم. الوضعية في الجزائر نقول أنها مقلقة. بحيث هناك انتشار واسع للمخدرات. وينبغي ألا نهون من هذا الأمر. صحيح لسنا مثل بعض البلدان في العالم، لكن الوضع فعلا مقلق. مخدرات منتشرة في مختلف الأحياء. في المدن الكبيرة الصغيرة. كما تطرق الأخ قبل قليل في شمال الجنوب في كل الولايات كما قال. عند أبواب المؤسسات التربوية لم نقل بداخلها. وربما الأسوأ من هذا أن المخدرات التي تستعمل في الجزائر هي مخدرات متعددة الأشكال. يعني on est devant une polytoxicomanie. لم يتعرف فقط مخدرات كما يقال مخدرات رطبة أو لينة ومخدرات صلبة. كل المخدرات المتواجدة، وخصوصا سوء استعمال الأدوية والعقاقير الطبية اللي يسموها البسيكوتروب. إذا الاستعمال هذه البسيكوتروب بلا قيد وكذا جعل الوضعية أكثر تأزما. بارك الله فيك. فقط أن أشير في الأخير. لو سمحتم. تفضل. فيما يخص العلاج وحتى لا أكون ثقيلا، العلاج والوقاية. صحيح أن هناك جهود طيبة تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة من بعض المراكز أو المستشفيات عليها، لأن هذا في العصر الحالي شبه مستحيل. لكن على الأقل الحد من خطورتها ومنع تعرض الشباب لها. ومنع أن يكونوا مستهدفين من طرف الأشخاص الذين يروجون لهذه المخدرات. كل رغم وجود جهود طيبة إلا أنها لا ترقى لمستوى ولحجم الظاهرة بحجم المخدرات. ينبغي على المختصين وعلى السلطات وعلى كل من له مسؤولية في الموضوع، علينا أن نضع برامج، نضبط برامج محددة إن شاء الله. هذه البرامج تستوعب خلالها الشباب اللي هم في عرضة للمخدرات. وينبغي كذلك لا يكون عملنا عمل مناسباتي. شكرا السيد أحمد عوادي، نشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل وهذه الدراسة اللي قدمتها كرسالة ماستر في الإدمان، وعلى كل التفاصيل الدقيقة، وحددت الكثير من الأسباب لتفادي هذه الآفة الاجتماعية اللي يعاني منها الشباب. نعود دكتور إلى استقبال ربما اتصال آخر من ولاية تيزي وزو، السيد مولود جوغان من ولاية تيزي وزو. مرحبا بك أخي الكريم. السيد هل ما زال معنا؟ مرحبا عليكم. مساء الخير سيد مولود، مرحبا بك أخي الكريم. مساء الخير، نشكركم على يعني أول مرة يعني وخاصة نوع الجريمة هذه. وبصفتي كأستاذ في جامعة تيزي وزو، أستاذ قانون الجنائي. نطرق للقانون، قانون رقم 04/18 مؤرخ في 25/12/2004. الناحية القانونية. اللي ذكر التدابير الوقائية والعلاجية.
ثم بعد ذلك أشار إلى تدابير عقابية. نعم. فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والعلاجية، باسكو هنا إذا فسرنا الظاهرة الإجرامية تفسير علمي، نعم، ما كانش جريمة أقل خطورة من جريمة أخرى. باسكو هنا إذا كان التفسير هذا من الجانب العلمي، تفسير هذه الظاهرة الإجرامية كما قلت تفضلت تفسير علمي، لازم يعني ما نشوفوش للتدابير العلاجية فقط، ولكن تدابير وقائية، أي الأسباب المؤدية لارتكاب هذه الجريمة. باسكو هنا يعني شفت بالنسبة للمادة الأولى من قانون 0.8 ليشير لتدابير علاجية، أي عدم تطبيق عقوبة على شخص مريض أي نعم. مصاب بإدمان على المخدرات. ولكن بالنسبة للمواد 12 المواد 13 المواد 15 والمواد 17 نعم. دي أشارت لعقوبات في بعض الأحيان عقوبات قاسية جدا، نعم. وخاصة فيما يتعلق بالغرامة. نعم. المشكلة المطروحة الآن هذه الظاهرة كآفة كما تفضل الدكتور اللي ذكر على الآفة الاجتماعية، وعندها أسباب كثيرة. الأسباب كثيرة، كان أسباب داخلية وأسباب خارجية. بدون دراسة هذه العوامل الدافعة للإجرام، باسكو هنا العقوبة. نعم. إذا كان تكلمنا عن التدابير العلاجية، نعم، تدابير علاجية بعد ارتكاب الجريمة، ولكن هناك تدابير أسباب مؤدية إلى ارتكاب هذه الجريمة. نعم. دونك هنا لابد وأن نبحث عن السبب المؤدي للإجرام، نعم، لارتكاب هذه الجريمة ومحاولة، باسكو هنا تفاعل عدة عوامل. نعم. عوامل ثقافية، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، عوامل اجتماعية إلى آخره. بدون محاربة هذه ظاهرة هذه الجريمة عمرنا ما نوصل إلى نتيجة إيجابية، وهي محاربة ظاهرة المخدرات. نعم. بس هنا المشكل المطروح فيما يتعلق بالمدمنين على الخمر والمخدرات. المشرع كان مؤسسات علاجية لإزالة التسميم. نعم. ولكن المشكل فيما يتعلق بالشباب اللي تطبق عليهم العقوبات. نعم. عقوبات سالبة للحرية، وهو الوضع في مؤسسات عقابية. المشكل المطروح، هل المؤسسات العقابية اليوم قادرة على تحقيق الغرض المرجو من تنفيذ الأحكام الجزائية؟ نعم. وهي التأهيل والإصلاح. نعم. نقول لا، أصبحت مؤسسات عقابية في أغلب الأحيان، كان عنصر افتقار للوسائل المادية، الإمكانيات المادية سورتو في الدول المتخلفة، عملية الاختلاط يعني بين المجرمين. نعم. أصبحت مدارس المؤسسات العقابية هي مدارس لتلقين الإجرام. الإجرام. دونك هنا اسكو العقوبة هذه كافية لتحقيق هذا الغرض المرجو من تنفيذ الأحكام الجزائية؟ نعم. المشكلة المطروح الآن قانون تنظيم السجون اللي يقول بأنه استفاد من أحدث النظريات في معاملة المجرمين. نعم. ولكن يجي قانون العقوبات، عقوبات قاسية جدا. نعم. هذا المشكل فيما يتعلق بتطبيق العقوبة سالبة للحرية. نعم. وضعه في مؤسسة عقابية. هل يحقق الغرض المرجو من وراء الهدف من وراء محاربة هذه الظاهرة الإجرامية؟ بارك الله فيك سيد مولود. إذا كان ما عندناش سياسة جنائية، نعم، البوليتيك كريمينال، أي البحث عن الظاهرة الإجرامية ودراسة الظاهرة الإجرامية دراسة علمية. نعم. عن طريق مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، عن طريق أي مكافحة الأسباب المؤدية إلى الإجرام. نعم. عمرنا ما نصل إلى نتيجة إيجابية، وهي نعم. العلاج والتأهيل والإصلاح. بارك الله فيك.
بارك الله فيك السيد مولود جوجان من تيزي وزو على كل هذه التوضيحات القانونية اللي تفيد برنامج والصلح خير، خاصة في هذا المجال. كل واحد مختص في المجال تاعو يفيد دائما الموضوع. الرؤية حينما تتنوع نعم. إن شاء الله تفهم الظاهرة نعم. أكثر، رؤية سيكولوجية، رؤية قانونية كما فعل الأستاذ. نعم. جزاهم الله خير. سنعلق بعدها. جزاهم نعم. الله خير. شكرا. سفيان أرجوك كم بقي من الوقت من فضلك؟ نعم، ربع ساعة. إذا دكتور نعود إلى سيد أحمد عوادي من البويرة اللي كتب رسالة الماجستير في الإدمان، وكنت تسمع نسمعوا ليك يعني جملة من المعطيات يعني التطبيقية حسب البحث تاعو. تفضل دكتور، ثم نعود إلى مولود جوجان. نعم. الأستاذ أحمد عوادي جزاك الله خير على المشاركة وعلى هذه المداخلة الطيبة، وهي مداخلة تشخص الداء وتقدم الدواء من وجهة نظر علمية سيكولوجية رشيدة من خلال بيان الدوافع. نعم. معذرة دكتور. نعم. يتصل سيد محمد الطاوي. يعني الآفة الاجتماعية هذه تاع المخدرات خلات الناس يتصلوا بنا ونستفيد، هم يستفيدوا أيضا من برنامج الصلح خير. مرحبا بك سيدي من ولاية باتنا محمد الطاوي، مرحبا بك في برنامج والصلح خير. تفضل. السلام عليكم الاخت نجاة. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور بويزري. السلام عليكم. في البداية لم أتمكن من متابعة ما عدا مقدمة اللي تقدمها به الشيخ، ما تابعتش المخدرات الإخوة، فأرجو أن لا يكون نعم. في تدخلي تكرار ما قاله الأخوة المتدخلين قبلي. فيها فائدة إن شاء الله. تفضل. نعم إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أخطر عواقب هذا المرض ومظاهره لا يكاد يختلف عنه اثنان كما تفضل الشيخ في البداية. وكي لا أطيل عليكم سوف أركز تدخلي على الطرق التي أراها ناجعة للتصدي له والوقاية منه. نعم تفضل. أولا يجب الانتباه إلى طريقة انتقال هذا الداء. في غالب الأحيان أبناؤنا وشبابنا يتصلون به عن طريق طبيعتهم الفضولية كما تفضل الشيخ في المقدمة. نعم. ولا باش عنده أصدقائهم نقول لهم حذاري ثم حذاري، هذا المرض معدي إلى درجة لا تتصور. نعم. فلا تقربوه واجتنبوه كما قال الله تعالى في سورة تحريم الخمر كرمكم الله. نعم. الطريقة الثانية التي أراها هي من ابتكار البارونات والمتاجرين في هذه الآفة، وهذا نظرا لتوفر العرض. فهم يقدمون هذه المخدرات مجانا للشباب مرة مرتين أو ثلاث حتى يعديهم هذا الداء ويحصل الإدمان، ثم يأتي البيع والشراء. فيجب أن ننبه أبناءنا لهذا المكر. أما فيما يخص الحرب للتصدي لهذه الآفة، يجب أن تكون على عدة جبهات كما تفضل الشيخ. اخترت منها جبهتين. الجبهة الأولى نحن الأولياء، فأبناؤنا هم فلذات أكبادنا وهم أمانة سوف نسأل عنها يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونقار نكوني أمك سيتبعي في اللوم نقار ذيغان أسنان ما يروثي ديغري شاتي مجرن دفوسيش. درنوها الشيخ هرنوت هذا قروش هرنوت اكسوم ما يفوح اتي تشن دات وخام. بارك الله فيك. نقار ذيغان تفوناس مثور ودينيسيا اتمشي حامش اتجولامش. ما شاء الله. دونك ولا مشارا نجنكني هارونا إلا قد نكوني غير ربي يغفل ننسن ذوغر ننسن. يجب أن نكون أول من يحتضن همومهم ومشاكلهم، وإلا سوف يقوم بهذا العمل من يتربصون بهم. نعم. لا ناتور أورور دي فيد. وي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية للأولياء: داعبوهم 7 أدبوهم 7 وصاحبوهم 7. بارك الله. فنحن أولى بصحبتهم، ويجب أن نكون نحن أول وأعز أصدقائهم. نعم. نتحسس من يصاحبون، أين يذهبون، ماذا يفعلون. نعم. فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول:
اختار الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الجبهة الثانية التي أراها هي من مسؤولية الدولة، ألخصها في محورين. المحور الأول تحدث عنه الشيخ في المقدمة، هو فيما يخص تسليط العقوبات على البارونات والمتاجرين في تعاسة وجهل أبنائنا. يجب أن تكون العقوبة رادعة وإلا فلا جدوى منها. لا سانكسيون دوا تيتر ديسيوزيف وإلا ما كان له. أمن يسندو يناما. فلا يجب أن تأخذنا رحمة بهؤلاء، وهذا رحمة بأبنائنا ومجتمعنا، لأنه لا ينفع الوعظ والإرشاد معهم. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السيد محمد الطاوي بارك الله فيك. من فضلك بارك مازال محور ثاني وهنا ما تطولش، لأنه باش فضيلة الدكتور تاني يرد على السائلين اللي قبلك. تفضل. رغم ذلك تفضل. نعم شكرا. المحور الثاني تجفيف مستنقعات الرذيلة والجهل والحرمان في مجتمعنا بإحلال العدل فيه. نعم. وهنا استسمحكم الدكتور بويزري لأروي قصة بسرعة إذا سمحت الأخت نجاة. تفضل. سمعتها في إحدى محاضراتكم ودروسكم القيمة، وهذه القصة حدثت في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. نعم. في عهد سيدنا عمر بن العزيز كان عنده والي على رأس إمارة، بعث له برية يطلبوا فيه بمدد مالي باش يدير حصن حول مدينته أو إمارته. سيدنا عمر بن العزيز رجع له البرية، ما دالوش فيها دراهم، كتب له فيها حصن إمارتك بالعدل. نعم. دونك اسال الله التوفيق والهدايه لنا جميعا ان شاء الله. موقع الحمد لله ما ظل ما استغفر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك سيد محمد بن باتنا، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات في حصه والصلح خير. دكتور ما نطولش عليك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. احمد عوادي ثم مولود جوجان ثم كلهم يعني نعم كانوا يتحدثوا كلام في غاية الأهمية بالنسبة للموضوع. الإمام علي كرم الله وجهه من روائعه نعم. وقد أوتي الحكمة يقول من شاور الناس شاركها في عقولها. نعم. فحينما نستشير هذه العقول بل هذه المخابر سيدي لابو الله يبارك، هذه المخابر ولا شك انه في كثير الان راهم يحاولوا باش يتصلوا ما قدروش، ولكن الله يبارك ان شاء الله هؤلاء يمثلون أو تحدثوا نيابة عن الآخرين. نقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا. حتى الذين كانت لهم نية التدخل والمشاركة نقول لهم الأجر ثابت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحمد عوادي جزاه الله خير شخص هذه الظاهرة من خلال بيان الدوافع، وهي دوافع مدروسة حقيقة، وضع كما يقولوا اليد على الجرح، وكذلك فعل الأساتذة اللي جو بعده. ثم تحدث عن الملامح، وهذه أيضا في غاية الأهمية، لأنه إدراك هذه الملامح تخلي الأولياء ينتبهون لهذا المدمن. نعم. خاصة في مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة وسط بين الطفولة وبين الرشد، وحساسة. فإذا انتبه الأولياء والمربون إلى خطورة هذه المرحلة سيمر المراهقون من مرحلة الإرهاق من مرحلة المراهقة بلا إرهاق. يا سلام يا دكتور. الله يسلمك. نريد المرور بمرحلة المراهقة بلا إرهاق. نعم. ثم تحدث عن العلاج حقيقة، يعني نعتبرها وصفة علاجية نافعة. أشكرك يا أخي أحمد جزاك الله خير على ما قدمته من فوائد ومن درر. ثم نعلق على الأستاذ اللي قال بالنسبة للقانون والمخدرات والتدابير الوقائية والعلاجية. في الحقيقة أيضا الأستاذ كان مهم جدا من الأساتذة الكبار الذين اعتز بهم حقيقة، وهو مختص في القانون الجنائي فأيضا قدم رؤيته القانونية من خلال إشارات في غاية الأهمية وبالتسلسل. نعم تسلسل. أولا أكد على أهمية التدابير الوقائية، لأن الوقاية أفضل من العلاج. حتى من الناحية المالية حينما نقارن بين المصاريف التي تصرف في الوقاية هي أقل بكثير
ولا توصف ولا يمكن أن تقارن بالأموال التي تصرف في التدابير العلاجية ولا تحقق النتيجة. لذلك نشكره جزيل الشكر حينما أشار أيضا إلى ضرورة دراسة دوافع الإجرام، لأنه معرفة الأسباب هي الخطوة الأساس من أجل تقديم العلاج. إذا كان واحد كما طبيب إذا أخطأ في التشخيص سيخطئ في العلاج أيضا في تقديم الوصفة العلاجية. إذا نشكره جدا. ثم أشار إلى المؤسسات العقابية وأشار إلى العقوبة كسؤال مهم جدا. هل العقوبة كافية لتحقيق العلاج؟ الجواب لا حقيقة. فقد أجاد وأفاد وختم مداخلته العلمية الطيبة بالإشارة إلى السياسة الجنائية، لأن السياسة الجنائية تقدم حلولا متكاملة للظاهرة الإجرامية التي تهدد الجميع. أشكرك يا أستاذنا الفاضل الأستاذ مولود قنان. أما كم بقي من الوقت باش نوزع وقتي بعقلك دكتور؟ الله يبارك فيك. الآن الأخ محمد طوري من باتنا. نعم. أيضا سبحان الله رغم أنه يعني قال لك ما سمعتش المداخلات، ولكن فعلا هي مداخلة في الصميم. وصار التكامل كأنه بنيان. كل واحد بنى جزء فيكتمل البنيان إن شاء الله تعالى بمداخلة الإخوة جزاهم الله خيرا. أشار إلى طرق العلاج. في طرق العلاج نبهنا ونبه الجميع إلى ضرورة الانتباه إلى طرق انتقال هذه الآفة. لأنها تنتقل مثل الأمراض المعدية. الهلاك ضطان الحس قوروا مشكلة خطيرة. فالنار كي تشعل في الغابة من المناهج اللي يخدموها يعني الرجال المطافي يعني يشعلوا نار هكذا باش يوقفوا النار بالنهر. أقصد باش ما يخليوهاش تشتعل وتنتشر في الغابة. لازم يديروا لها حدود وسدود مانعة. لذلك الانتباه إلى طرق انتقال الآفة أمر مهم جدا بين الأصدقاء. ثم ذكرنا بقوله تعالى فاجتنبوه. ما معنى فاجتنبوه؟ مع الإنسان يبتعد، ما هوش فقط عن هذه الآفة وعن المخدر، لا، عن الأسباب المؤدية إليها. باش واحد يقطع الطريق، فإذا وصل الإنسان يتعاطاها انتهى. كما تبعنا في الفيتير راه دخل المستشفى للعلاج ثم خرج يعتقد أنه برا وما كانش متابعة، وهذا خطأ. ننبه أيضا كما خبرونا الأطباء المختصون في هذا المجال، يقول لك يولي هذاك الدم تاع الإنسان يطلبها باستمرار. لازم يتبع توصيات الطبيب من البداية إلى النهاية. وربنا يقول في القرآن الكريم فاسأل به خبيرا، ويقول ولا ينبئك مثل خبير. إذن لابد من النزول عند رأي الخبراء باش تتحقق النتيجة العلاجية. ثم نبهنا أيضا إلى توفر العرض. صحيح، لو كان هذه المادة ما هيش موجودة كما قلنا في يوم من الأيام، وإن كان الأمر في الأعياد، هذيك المفرقعات ذراري صغار يطلبوها وعندهم وسائل الضغط، أليس كذلك؟ لو كان الأطفال الصغار ما يلقاوهاش موجودة ما يشريوها، ما نديروا مشاكل. وهي أيضا تتطلب أموال. نعم، ولكن إذا توفرت موجودة والأولاد يسمعوا ذراري راهم يديروها خلاص يضغطوا على والديهم وممكن يسرقوا الأموال باش يشوفوا فرقعات. نفس الشيء والأمر أخطر. لماذا؟ لأنه هذه مخدرات إذا كان راهي متوفرة ويسهل الحصول عليها، إذن من نعاقب الآن؟ نشدد العقوبة على الذي يتعاطاها. وقد أشار أستاذنا الفاضل أستاذ مولود إلى مساوئ ذلك، خاصة تكون عقوبات قاسية وسجون وكذا إلى آخره. وبعدين ما هي النتيجة؟ أم نعاقب التجار الذين وفروها ونعاقب الذين يسروا دخول هذه المخدرات. فالأمر خطير جدا. لذلك تكلم عن جبهة الأولياء وطعمها بهذه الأمثال الشعبية. والله يعني لو كان نرجعوا لأصالتنا ولا غير نفريو بزاف مشاكل. يعني ثا شرعيث ثا جديث أكني الدكول تعطيك الصحة في المثل اللي جرزنت في كذا مثلا محنت. ثم جبهة الدولة، وذكرنا بما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لابد من تجفيف
ينابيع المخدرات وسائل المحرمات، لنعيش في أمن وسلام في أسرنا وفي ذواتنا وفي مجتمعنا. لا يمكن للبنيان أن يكتمل إلا إذا تضافرت عليه جهود الجميع. كما يقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. بارك الله فيك. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.